هو مين اللي سمى المناطق والشوارع القديمه دي؟ يعني جابوا كونتنت كريتور هو اللي الف كل الاسامي دي؟ مش قصدي شارعكم اللي متسمى على اسم الراجل اللي كان عنده حته ارض على نص الشارع زمان، قصدي الشوارع القديمه العريقه اللي موجوده في القاهره من الاف السنين. لو ما تعرفش خليني اقول لك. أنا عايز المنطقة دي نجيب لغز من متاهة ميكي ونحطه على الخريطة ونسميها المعادي. المعادي؟ هل يعني بما ان انا هتوه جواها كتير فهيفوتني معادي؟ الله يفتح عليك يا ابني. في عهد الخليفه المعز الدين الله الفاطمي، لما الشيخ يوسف بن عبد الله الدكروري عاش في قريه في الجيزه، كان راجل طيب وكان كل الناس بتحبه، فاتشهرت القريه وقتها باسم بولاك الدكروري، وهي بولاك مش بولاق، وبولاك في اللغه العربيه يعني ميناء. بس كلنا عارفين طبعا ان اي مصري اصيل مش هيمشي في الشارع يقول بولاك، انا عايز اروح بولاك، انا جاي من بولاك، خلوها بولاك. طب وشبرا، تفتكر الاسم ده جه ازاي؟ تعرف ان الاسم ده اصله قبطي، والمعنى الحرفي ليه هو الارض الزراعيه. في الوقت ده كانت شبرا كلها اراضي زراعيه، عشان كده اطلقوا عليها اسم شبر او شوبر. بس مع السنين كلنا بقينا نختصر الموضوع وبقينا نقول عليها شبرا. طب تعالى فكر معايا، لو ريكو جه عمل الاغنيه بتاعته وهي اسمها شوبر، كان هيقولها ازاي؟ شوبر وبنات شوبر. كانتش هتبقى حلوه، مش حلو. طب حاسب يا عم، حاسب يا اخويا. في عصر الدوله الايوبيه في القرن ال 13 كان في قريه موجوده جنب النيل على طول. كان وقتها لما بيحصل فيضان في المنطقه دي كانت كلها بتكون ارض زراعيه خصبه، عشان كده وقتها اطلقوا على المنطقه دي اسم باب اللوب. وكلمه اللوب تعني الارض اللينه، الطين يعني. عارف الارض لما بتكون طين؟ هي دي بالظبط. الموضوع كان ليه تاريخ، واحنا جينا بالتاتش بتاعنا اللذيذ خليناها باب اللوب. الظاهر بيبرز تقريبا اكتر حد الاسم بتاعه ما اتغيرش قوي، هو اتحرك سنه يعني، شلنا الظاهر وحطينا الظاهر، ما حصلش حاجه يعني. قول لنا بقى انت منين، ويا ترى المنطقه اللي انت عايش فيها عارف تاريخها؟ هو ده اسمها الحقيقي ولا اتغير واتحرك؟ باي.